بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي متابعيني وجمهور وفانزاتي في كل أنحاء العالم، هاي ويلكم ماي فريند. حبايبي عاوزة أقول لكم في الله بحبكم، وما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل زرار الكل علشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. تعالوا بينا كده نبدأ يومنا معاكم ونصلي على رسولنا الغالي ونقول اللهم صلي سلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كده بقى بحب الزرع جدا موت موت موت، فقلت اصورها لكم. بحب الخضرة والجو، يعني الهواء والخضرة والوجه الحسن. ايوه كده. اهم حاجه الخضره بحبها جدا، بتريح الاعصاب جدا جدا جدا. اي مكان في خضره بعشقه بعشقه بعشقه. حبايب قلبي يلا كده صلوا على الرسول وحطوا اللايك واشتركوا في القناه لو منتش مشترك، علشان تتضمن لعيلتي الكبيره الجميله، وتكون عيله كبيره جدا 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 بيكم. ما هو انت عيلتي التانية، مبقدرش استغنى عنكم ابدا ابدا، وبحبكم في الله ان شاء الله. يلا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. حبايب قلبي تعالي كده نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل غدا ايه النهارده مع بعض. قعدت ادعبس كده في الديفريزر اطبخ ايه. كالعاده كل شويه كل الناس بتحتار كل يوم تطبخ ايه، ما هي دي بتنام تفكر تقول هناكل ايه من غلو الاسعار، واي حاجه بناكلها وخلاص. قعدت ادعبس كده في الديفريزر زي ما بيقولوا كده، ادور وانكش وهاتي كده. فلقيت كيس لوبيا متخزن، مش عارفه بقى. المهم طلعته قلت هنعمله، وقمت جايبه بقى بصلايه ومقطعاها وفصلتهم ودقاهم. المهم حطيناهم في حله وقلبناهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وحطينا مع حوالي كده معلقه توم مفرومه وشوية زيت وقلبناهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. الطريقة دي جدا جدا بتخلي اللوبيا طعمها حلو جدا جدا، لما انت بتشوحي البصلاية مع التومية الاول وبعد كده بتنزل عليها اللوبيا. امشوا معايا بالخطوات، هنعمل غدا كده وبعد كده امشوا معايا لاخر الفيديو، وما تنسنيش وما تطلعيش من الفيديو غير لما الفيديو يخلص. اوكي؟ قولوا اوكي. حبايب قلبي متابعين سالي شانل، يوميات سالي سالي شانل. المهم يوميات، يعني المهم سالي وخلاص. عاوزة نفسي بقى قناتي كده تكبر والمشاهدات تعلى، وان بقى كنت برضو لقيت حتة اللحمة برضو طلعتهم. ما هو احنا بقى قعدنا ندعبس الدفاتر القديمة ونشوف ايه اللي في الفريزر وايه اللي مش موجود عشان نعمله. ما هو الفريزر ده يا جماعة لازمته لما منلاقيش حاجة نطبخها بنروح ندور بقى في الدفاتر القديمة وندور كده في الادراج وندعبس على اي حاجة هنا 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 بنطلعها ونخرجها وكده. يعني هو ده لازمة الفريزر، يعني لما وقتي خالص ما تيأسي مش لاقي حاجة بتقعدي تدوري بقى كده وتشوفي ايه عندك وايه اللي مش عندك وكده. اوكي. المهم يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، حطيت اللوبيا على البصل وقلبناهم وخدناهم تشويحة. تمام. وكمان بنقلب كده اللوبيا في البصل في التومة علشان البصل ياخد من ريحة يعني كله ياخد من بعضه. الخطوة دي جميلة جدا جدا، يعني جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبعد كده بقى اللحمة حطيناها على البوتاجاز تستوي، وبنضرب بقى طماطم في الخلاط، وبعد كده نسيب بقى قولوا معايا نستوني، نسيب اللوبيا كده تاخد تشويحة كده مع البصل والثوم لحد كده ما ياخدوا يدوا مع بعض بشكل ودي زي ما بيقولوا زي ما بيقولوا حبايب قلبي. تمام. وبعد كده هنجيب كام حبة طماطم كده حلوين، على حسب الكمية اللي معاكم، او على حسب كمية اللوبيا كده بالمقدار كيلو نص كيلو، على حسب الكمية اللي عندكم بتضربوها في الخلاط. وبنبدأ كده بس بعد بقى ما بنحطش الطماطم الا بعد ما اللوبيا والبصل كده ياخدوا مع بعض، وبعد كده بننزل بعصير الطماطم. الكميه المناسبه لللوبيا كده انا بعملها بالتقدير، يعني شوفي ده يعني بالتقدير كده. ضربناهم في الخلاط وكمان ضفناهم اهونت كده بيسبكوا مع بعض. كل ده بيسبكوا مع بعض وبتشوحهم كده بيسبكوا كده مع بعض. وكمان لو حطيتي كمان بنحط بقى البهارات بتاعتنا، ما بنحطش اي خضار غير فلفل اسمر فقط، شويه ملح كده وفلفل اسمر. وكمان لو حطيتي ورقه لورا بتبقى تخلي الخضار جميل جدا جدا. تمام.
الورق اللورا اللي هو احنا بنحطه الغار اللي بيقولوا عليه، اللي هو الدول الخليج بيقولوا عليه الغار ده، ولا ورق الراولة ده اللي بيتحط في الشوربة. لو حطيتيه واحدة منه على الخضار بيخليه طعمه جميل جدا. جربوه. وبعدين مش هنخسر حاجة، انا بحب دايما اجرب واحب اكتشف الحاجات، يعني مش على نمط واحد، يعني كل حاجة بنحب نجربها ونكتشفها يعني. المهم يا حبايب قلبي كده، انا طول ما انا قاعده بطبخ لازم اشوف ورايا ايه واعمله كده، يعني ما تقعدوش على الطبيخ طول النهار، لا. سيبوا الاكل كده متولع عليه، وقوموا بقى نضفي حواليه جنب، وهيتين اغسليهم. آه كمان كده في الحوض زي ما انتم شايفين حطيت ورق الراولة اهونت وشوية فلفل اسمر، وكمان سبتهم بقى ياخدوا يدوا كده بشكل ودي مع بعض، ويسبكوا كده بشكل حلو، والطماطم بدأت تاخد ده اللون اللي هو الحلو مع اللوبيا كده بالشرابة مع بعض، وبيكون طعمها جميل جدا جدا. وبعد كده انا هسيبها بقى اللوبيا تستوي براحتها، وكل حاجه تستوي براحتها، وهي بتبدا بقى يا حبيبه قلبي تقومي تشوفي وراكي ايه، تغسلي وعيتين في الحوض جنب الاكل، بتقومي توطي على الاكل كده يستوي براحته، وبتقومي تخرجي تجيبي شويه خضار، تقومي تنضفي الشقه، تقومي تعملي اي حاجه، المهم ما تقعديش كده جنب الاكل وخلاص وتحطي ايدك على خدك، لا. طبعا احنا كلنا بنتعلم من بعض، وانا برضو بتعلم من ناس كتير، وكلنا يا جماعه ما بنتولدش متعلمين، كلنا بناخد ممكن تشوف حد كده بالصدفه، بتتفرج على حد كده، بتشاهد حد كده بالصدفه، تحسي بتاخدي منه معلومه من هنا ومعلومه من هنا وتلقطي معلومه من هنا. احنا يا جماعه بنتفرج على الروتينات مش عشان نعمل زيهم، لا، احنا بنتفرج على الروتينات علشان في حاجات كده ثغرات كده بنكتشفها فيهم. يعني مش كل حاجة بيعملوها، يعني في حاجات كده بتشجعنا ان احنا يعني بناخد منهم حاجة برضو، بنتعلم منهم. يعني في حاجات، يعني مش كل حاجة بناخدها من الناس. المهم تعالوا بقى نزلت بقى جبت خضار، سبت الاكل يستوي كده وتحت، ونزلت جبت خضار. تعالوا بقى نشوف الخضار بتاعنا هو ايه. حبايب قلبي الطماطم وصلت ال2 كيلو ب25 وب10 جنيه، فقلت كده الحق اجيب لي كيلوين 3 قبل ما تبقى تغلى اكتر من كده. المهم نزلت جبت طماطم الكيلو ب10 جنيه، وجبت فلفل، الفلفل ب15 جنيه، وبتنجان، البتنجان الكيلو وربع ب10. فقلت بقى لقيت بقى الناس بقى انا عندي يعني الناس حوالين البيت كده بينادوا على خضار وحاجة زي كده، فقلت انزل بقى اجيب الخضار. وطبعا انتوا بتسمعوا الناس دي وانا بعمل البث كده وبعمل حفلات، تحس بتاع الخضار دايما بينادي، فهو ده بقى جبت منه الخضار ده. حبايب قلبي كده جبت بتنجان، وقلت زي ما قلت لكم كيلو وربع ب10 جنيه، وجبت فلفل الكيلو ب15، وجبت طماطم الكيلو ب10، وقبل كده جبتها ال2 كيلو ب25. يعني هي فعلا مجنونة يا قطة، الأسعار غالية جدا والله المستعان، وربنا يلطف بحالنا وحال الناس يا رب، يا رب رخص الأسعار بقى يا رب، مش هنعرف هنلاقيها من ايه ولا من ايه ولا من ايه. المهم يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده جبت بتنجان اللي هو الطويل ده، بحب اخلله، بنحب نخلله يعني كده وبيبقى حلو جدا. انا عملته على القناة على فكرة قبل كده. بتسلقيه كده وبتحشيه وبتحط له حشوة كده حلوة جميلة جدا، وبتاكليه مع اي حاجة بيبقى ظريف جدا، بيبقى طعمه جميل. المهم يا حبايب قلبي، وجيب الحاجة الطازة الفريش اللي بتاعها تلمع، الخضار اللي بيلمع ده بيبقى جميل جدا يا جماعة، تحس فيه لمعة كده تجيبوه، يعني الفلفل اللي بيبقى فيه لمعة ده بيبقى حلو، البتنجان اللي فيه لمعة ده كده وفريش كده بيبقى شكله باين، انما البتنجانة الدبلانة دي متجيبوهاش. الفلفل اللي بيلمع كده وتحس ان فيه لمعة كده بيبقى طازة وفريش وجميل جدا. حبايب قلبي اللي وصل معايا للمرحلة دي محطش اللايك بتاعنا يحط لنا اللايك بتاعنا لو سمحتوا، فضلا وليس امرا، انا بفكركم. اوكي. المهم شايفين الفلفلايه حمراء، بقول حمراء خضرا ازاي، ولونها جميل جدا جدا، بتبرق كده وبتدي بريق حلو. وكمان الطماطم والعنب، وجبت كمان عنب، الكيلو العنب ب20 جنيه. آم، تمام. هو ده تقريبا هو ده سعر موحد في كل مكان، العنب ب20 جنيه. وحبايب قلبي طبعا كلنا الأسعار تقريبا موحدة في كل مكان، الطماطم في كل مكان ب10، ساعة كده تغلى وساعة تبقى ب12 وساعة تبقى ب10.
وده البتنجان اللي هو طويل ده كنت جايباه تقريبا الكيلو ب10 جنيه، مش فاكرة يعني. المهم كان الكيلو ب10 جنيه، والمكبب كان الكيلو وربع ب10 جنيه، والخيار يا جماعة الخيار طبعا ب15 جنيه. المهم انا جبت بقى ايه، جبت خيار عشان بحبه على السلطة، لاني انا معظم اكلاتي سلطة في سلطة في سلطة. السلطة مفيدة جدا جدا للجسم يا جماعة، عشان هي كلها الياف وبتملى المعدة كده، وما بتحتاجيش تاكلي ان انت تاكلي جنبها. المهم بتملى المعدة كده السلطة. فضيت كل حاجة بقى في الأطباق زي ما انتوا شايفين كده، بعد فضيتها بقى من الأكياس بتاعتها، وفضيتها بقى في أطباق في أطباق كده، وستفتها وظبطتها، وقلت اوريها لكم كمان علشان تعرفوا ان انا ما بسيبش حاجة في الأكياس، دايما كل حاجة بفضيها من الأكياس بتاعتها وبغسلها واحطها في التلاجة. طبعا شوفوا بقى يا جماعة، دايما احرصوا ان انتم تكونوا نشاطين كده، ومتقعدوش بقى جنب الحاجة لما الاكل يستوي، لا. شوفوا اي حاجة اعملوها، اي حاجة اعملوها، متبقوش مرتبطين بحاجة معينة. المهم يا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، والاسعار كمان زي عندكم، واللي عنده حاجة اغلى من كده قولولي الاسعار كده حلوة ولا عندكم ارخص. وهنا بقى كده رصيت بقى البتنجان الصغير كده، حطيته كده بشكل حلو، وفضيت كل حاجة في الاطباق بتاعتها في منظمات التلاجة. وهي هبدأ بقى كل حاجة بقى تتحط في مكانها في التلاجة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لكم مشاهدة سعيدة وانتوا في اتم الصحة واحسن حال. مش عاوزة اطول عليكم اكتر من كده علشان ما تزهقوش مني وتقولي ان انا بقى عاملة زهقنا منك بقى يا سالي. فحبايب قلبي عاوزة اقول لكم اللي بحبكم. شايفين بقى الخضار لما فضيته من الاكياس بقى حلو ازاي، بقى جميل جدا جدا. والخضار الطازة يا جماعة بيفتح النفس كده، خضار طازة فريش بيلمع كده. شايفين الفلفل لونه اخضر جميل وبيلمع ازاي، كل حاجة ما شاء الله الله اكبر حلوة ولونها جميل جدا جدا. وده كان فيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة، باي باي.